السلام عليكم. كيف الحال يا جماعة؟ إن شاء الله أنتم بخير. أنا بخير. اليوم مقطعنا غير عن المقاطع الثانية، صدق من جد غير المرة هذه. هذا بيكون أول مقطع أتكلم معاكم، ما بش لعبة ما بش حاجة بتنزل لكم، بس أنا وياكم جالس نتكلم. ومثل ما تشوفوا المقطع هذا لازم إنه كل شيء يتوضح. كل شيء أنت مخبي شيء، تعال بسرعة. أحس إن الشعور غريب إني أجلس أتكلم قدام الكاميرا ما بش لعبة. أيش المقطع هذا باذن الله انه بيكون انت مجنون. انت كل شوي تجي لي من زاويه تقول لي ما بش كتف المقطع تسحبها على امي انت. صدق المقطع فيه 5 حاجات. من انا ايش بتسوي؟ انا ايش بسوي لكم وانتم ايش بتسووا لي؟ هي الرابع معا، شكلي قلت الرابع بس نسيت. فيك فقر نسيان انت. خلوني اغش. طموحك يا فاشل، جالس تنسى طموحاتك. الشيء الرابع طموحك تنساه. والشيء الخامس والاخير اني اوريكم السيت اب اللي انا جالس فيه، او نقول مكتب. سيت اب هذا سيت اب ندخل على القناة. معاكم حمزة يا جماعة، او الموسي اللي بيجلد في اليوتيوب. انا داخله بقوة باذن الله اني اقدم لكم شيء خارق. ما ابصروا معي ورقة عبيت امها اشياء. تمام. الساعة ذا الحين 6 الصبح وانا قايم من الساعة 4 تقريبا او 3. ايش جالس تسوي؟ فجأة هكذا حلمت حلم وقمت. سبحان الله. اي والله حلمت قمت. الحلم اللي حلمته طبقت نفس الشيء بالضبط. حتى جدول القناة كنت ماشي عشوائي. انا ليش نزلت المقطع هذا؟ ليش جالس اقول بداية مع اني منزل مقاطع قبل؟ لانه بداية باذن الله انه يكون بداية شيء جديد. لانه مقاطعي كانت كلها عشوائية في عشوائية تضارب. دائما كذا جلس افكر ايش الوقت اللي المفروض اني انشر فيه المقطع عشان مدري ايش وعين. يا حبيبي انشر وبس، انشر لا تجلس تفكر. فبس انا قمت نشرت. والله اني حلمت وقمت نشرت هكذا فجأة. قلت يمكن تضرب، يمكن تزبط، يمكن تضرب. ايش فيه؟ لا يكون يتعاطى شيء ولا غيره. برجع اوريكم الورقة هذه الورقة بتنزل اول شيء في حسابي في الانستغرام، بصورها واحطها في حسابي في الانستغرام. ما حد مهتم بس وبقراها معاكم في اليوتيوب. انا ما عليكم تقولوا مدري اي. ثاني شيء هو انت ايش بتقدم يا حموزي الموسي؟ ايش بتقدم لنا؟ مثلا اقدم لكم نفس المحتوى اللي قبل، نفس الشيء، بس انه المرة هذه فعلت جدول. بس جدول بس ولا خير ولا سوى. فانت طولت المقطع وشكلك جلست تقطع. هذا كله كت من اول جالس كت مت وانا جالس افعل كت. بس عب علي استحي على وجهك صور عن الناس. اول طموح انه التزم بالنشر. كيف تلتزم بالنشر؟ ايش تفعل؟ مدري ايش. يا جماعة مقاطعي اغلبيتها مجدولة. تمام. فمعي يمكن تقريبا 5 مقاطع او 6 مقاطع كانت مجدولة. فاذا جدولتها اقول خليني ارتاح اسبوع كامل بدون تصوير بدون اي شيء. عادك بدأت ايش ترتاح؟ خليني ارتاح زيادة. ارتاح طز فيك. هذا الشيء غلط. انه لازم انشر، لازم اصور، لازم التزم. الشيء الثاني من الطموحات يا جماعة انه كل فيديو يكون احسن من الفيديو اللي قبل. ليش قلت الشيء هذا بالتحديد؟ لانه اليوتيوب وقف يجيب لك محتوى جيمنج، او مش وقف، انه بالاصح ما بيش العاب ننزلها. فانت ليش بتنزل العاب؟ ما بيش احد بيلعب الالعاب هذه فبدنا مدري. انا قلت بلعب الالعاب معاكم اللي بتخطر في بالي، او انتوا تقترحوا لي العاب. بتشوفوا لعبة شيء عادي نجرب. ننتقل للنقطة الثالثة. التزم بنشر المقاطع بدون توقف. وهذا نفسها الشيء الاول، انه نشر لا توقف. رابع شيء يا جماعة انه اقدم شيء يعتبر شيء. ايش تقدم شيء يعتبر شيء؟ يعني لا تصورش مثل المقطع هذا. المقطع ما بيش امه فايدة، لا من انك تقول لهم انا انتج جدول. النقطة الخامسة التزم بمقاطع 4K. يا جماعة لازم كل المقاطع اللي تنزل في القناة 4K لازم. ليش؟ ما حد داري. هل بتقدروا تشغلوا 4K؟ لا. هل انا بقدر انزل 4K؟ لا. فنلتزم بال 4K باذن الله. نقلب الورقة ونجي للمكان المهم. كم بتنزل مقاطع في الاسبوع؟ 3 مقاطع طويلة في الاسبوع و4 شورت باذن الله. فبيكون باذن الله يوم النشر يوم السبت والثلاثاء والخميس.
رابع شيء او خامس. انا كم وصلت؟ كم الفقر هذا؟ كم وصل المقطع دقائق؟ انت ليش نزلت المقطع هذا؟ قلت لك جالي حلم قبل شويه، والله انه ما كانت في بالي اني انزل المقطع هذا ابدا، بس انه قلت خلاص توكل على الله. تكلمت مع شات جي بي تي، اخذت رايها، قلت لها ايش رايك ناو نزلوا مقطع، قلت اوه جامد. وانتم تعرفوا عاد هجولة شات جي بي تي تقول لك انك مستر بيست، بيست يا في Стрис, посмотри вниз, там мистер Бист, каратист, мистер... بس هذه الاشياء اللي كنت حاب اني اوصلها لكم وانكم تعرفوها ايش هي وايش اللي راح يكون في القناه ومن انا اصلا ومتى الجدول ومتى الاشياء هذه. فخلصنا من كل هذه الاشياء، خلوني اقوم اوريكم لفه على السيت اب يا جماعه. السلام عليكم يا جماعه. المره هذه منظر غير جالس تشوفوني، مكان ثاني، مكان جديد. شوفوا الصلاه، ايش رايكم فيها؟ يلا صور المره. بدي عليكم بالايش بالكيبورد والماوس باد والماوس اللي موجود يا جماعه. كيبورد تعبان جدا من او ان هذا الكيبورد تقدر تقول عليه تحت الفقير. ليش؟ لانه اذا ضغطت تجي للساعه لو ما يوصل النقر للشاشه. هذا الشيء هذا انتم شوفوا كم عدد المشاهدات يا جماعه. شوفوا نفسكم، ها شوفوا 84 ألف انسان اسطوري في الحياه هذه شاف القناه. فباذن الله عقبال ال 84 مليون وصل 480 ألف بعدين نتكلم. المهم ثاني شيء عندنا هذا البي سي يا جماعة اللي أخذته عشان مونتاج ودراسة وأشياء هذه. فبكتب لكم، والله إني ناسي المواصفات اللي فيه، بكتبها لكم تحت اللي مهتم بيقراها، ما حد مهتم أصلا. ثاني شيء عندنا الشاشة الثانية هذه والبلاي ستيشن 5، هذا أحيانا نلعب منه وأحيانا سحبت عليه بعد ما جاء الوحش هذا. فهذا المكان اللي أغلب الوقت كنت ألعب فيه، الآن صار مترب مسكين. في عندنا المايك هذا، المايك هذا شوف ايش الشركة هذا، لحظة ها شركة أخيس من الخيس، ولا استخدمته مرة من يوم ما اشتريته، لا استخدمته، بس انه كيف ارجعه الحين؟ الحمد لله رجعناه يا جماعة. عند السماعة هذه اللي دائما كل ما البسها توجع لي اذني. ليش توجع لك اذنك؟ مدري ايش. شوفوا كيف هي مقرشة، وشوفوا كيف ما بش فيها ولا اي هذا قطن مدري ايش يسموه. عندنا يدات السوني. عندي هذا اسطو، هذا هو الوحش، هذا اللي هو جالس يسليني كل يوم. وات كلر از نيكست. ففكره حلوه في نفس الوقت كذا، يعني اشوف السيت اب مدري ايش. السماعه هذه اللي مشغلها على الشاشه هذه على البي سي ولا المهم. في عندي هذه eat sleep game and repeat، like اكل ارقد العب وارجع عيد كل شيء. هذه الورقه هذه اهم، هذا اللي صحتني من الحلم وهذا اللي حلمته. وهذا شوف انا من نفسي منصدم من نفسي، في البدايه مبسوط، بعدين انه فرح شوي، بعدين انهبل. 3 مقاطع في الاسبوع، جينا 4 مقاطع، هذا انهبل. خطت مثل الزفت. ولكن هذه هي الورقه اللي اذا حابين تقروها مثلا. اخر شيء كتبت انه ان شاء الله استمر، وانه لازم شكرا لله ثم الشكر لكم. وهذا الساعة الآن يا جماعة، شوفوا كم الساعة، 6:56 من الصباح. خلينا ندخل على المشتركين نشوف، خلينا نشوفكم يا جماعة. 181 أسطوري، 181 وحش. هذول ال 181 بيجلسوا في المستقبل، هم اللي أسسوا القناة بيعتبروا بإذن واحد أحد. المكان الاخير في السيت اب هذا الفلاشات اللي جالس انسخ فيها، وهذا مكان السوني 4، هذا شيء ما حد بيشغلها ولا شيء. وهذه سماعه ثانيه وخربانه، بتقولي ليش ما تستخدم القطن هذا في السماعه اللي، لان هذه كبيره فتحتها وهذه صغيره، فما مستحيل اني تطبق معاها، فهمت؟ بلاي ستيشن هذا 4 انه اكثر من ما حللت كليتي البلاي ستيشن هذا. شكرا لك. وحطيته كديكور انا في السيت اب هذا كمان، بتشوفوا انه مترب لانه ما اشتغلش ابدا، لاني ايش الان جالس احاول اني اضبط الشاشه هذا مع هذا. اذا فتحت بث هذا بتكون شاشه الشات، وهذا الشاشه بترجع هنا لاني هي اتوقع 1080، وهذا 700 ومدري كم، يعني شاشات بلاش، شاشات من سوق السبت او الاحد او الاثنين والثلاث. فالشاشه هذا لانها دقتها افضل بتكون على السوني ان شاء الله اعتمدها، وهذه بترجع لنا اذا فتحنا بث يعني حركة يوتيوب مدري ايش. الكرسي هذا يا جماعة كرسي بيغنيك من 1000 تريليون ألف كرسي. شوف يا حبيبي، شوف الراحة. قال لك كرسي جيمنج مدري ايش.
خذ لها هذه الوسادة وحطها ورا ظهرك. ول يا الأسطورة. وخلوني أوريكم السيت أب بس من المكان هذا. هذا هو شكل السيت أب يا جماعة. شوف خلوني أوريكم شيء، والله إني تذكرت شيء لازم أوريكم. شوفوا الستاند هذا اللي جالس أصور فيه، بصير أعاني فيه معاناة إنه موت. مكسور من المكان هذا، ومكسور من هذا المكان، ومكسور من هذا المكان. فكل ما أحاول أحط التلفون عازب أصور ينكع، لازم أسوي له صمغ ولا شيء يثبته على الشيء هذا. عندي فوق الدولاب هذا كراتين البلاي ستيشن والحاجات هذه، ويعني الديكور مدري ايش، والله اللي حاطاه هنا لايك يا جماعة. ليس آخرا السرير الأسطوري يا جماعة. هذا السرير اللي منه لزت أبكم، خلوني أوريكم بس الإطلالة حاليا. ول أنت شو مصحيك الآن تصور مقطع الساعة 6 الصبح مدري ايش؟ ما حد جالس، بس لعيونكم، عيون الحلم الجالي. بس هذا هو السيت اب يا جماعة. قفل. هذا هو السيت اب اللي شفتوه، هذا كل شيء. خلوني ارجع الكاميرا عشان نقول لكم اخر كلمة. اتوقع ان الكاميرا غبرت والستاند مال زيادة عن اللزوم لاني فكيته، فانا ضبطت الستاند. فبس يا جماعة هذا هو المقطع كامل. بس قبل لا انهي المقطع باقي كلمة اخيرة للي ما ادري اللي بيهتم. اذا كان عندك طموح، انا مثلك مصفر الان وانت مصفر، وبنبدأ من الصفر، فخلينا نمشي. مثل ما قلت لكم اني انا حاط نفسي، يعني اذا نجحت انا الباقي خلاص، يعني انا حاط نفسي ورقة المستحيل، فاذا نجحت الباقي كله بينجح. فابدأ. قفلت قنوات مليونية، يمكن كان عندي قبلها 4 قنوات من 2017 وانا جالس احاول يا جماعة افتح قناة واقفلها وافتح قناة واقفلها واحاول. اذا استمريت بيجي لي وقت وفي نفس الوقت اسحب. ليش؟ لانه كان المكان اللي كنت فيه كان النت فيه زفت، فكنا النشر صعب جدا اني انشر مقاطع بجودة وفي نفس الوقت في نفس الجدول. او ما كان في جدول، كان في جدول بس انه كان الجدول فيه مقطعين وكان كل شيء مكركب. أنا فتحت هذه القناة وناوي بإذن الله إنه استمر معاكم مهما كان، حتى لو إنه نبقى على 181. صلاتكم يا شباب، صلاتكم أهم شيء. إنك صلي، توكل على الله وابدأ. توكل، جرب، حاول استمر يا حبيبي، جرب. هذا بيكون فيه 1,000,000 كت، مع اني في البداية قلت ما بيكونش فيه كت، بس اتمنى انه يكون اخليه يكون عفوي لابعد مكان اقدر عليه، لانه كان حسابي على 7 دقائق اصور، قد لي ساعة. حاب ينزل لكم مقطع بداية ساعة؟ مجنون انا. ايش هذا؟ الحمد لله ثم الشكر لكم على اي شيء. انا راضي والله لو نبقى على هذا الرقم. اهم شيء انه نكون يعني الشيء اللي جالس اقدمه انه انا مرتاح فيه. فكرت مع نفسي انه مثلا، والله اني فكرت اول ما قمت قلت لو انه ما جالك الحلم هذا هل كنت بتسوي الفيديو هذا؟ لا، لاني ناسي جالس اصور وانزل بس من دون اي شيء. ف ما اعرف هل ممكن الشيء هذا هو يكون نقلة او والله اني ما اعرف، بس اني صورت لانه هو جاء في بالي. فاول ما جاء قمت صورت. الساعة الان 7، بس عشان تعرفوا طول المقطع طول زيادة عن اللزوم وانا جالس اتكلم واقطع. فاتمنى ان المقطع نال اعجابكم. اذا عجبكم لايك يا جماعة واشتركوا في القناة، تشرفوا القناة. السلام عليكم.